اسهل حاجة ممكن تعمليها لو عشاء حتى بالليل هي الفطيرة دي. تعالوا بينا نشوف الطريقة والجمال، ومش عايزة اقول لكم الطعم حكاية. بصراحة حلوة وسهلة، ولما بكون مستعجلة بعملها على طول. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. اول حاجة هنعملها هنجيب بطاطساية، لا اما كبيرة لا اما اتنين وسط، وهنبشرهم بالمنظر ده كويس كده. خليهم كده في طبق لوحده او بولة لغاية لما تبشريه خالص، علشان احنا هنجيب مية وهنحطها فيها، وبعد كده هنصب فيها من المية ديت. هتعصريها قوي كده وتروحي حطاها نشلاها في طبق تاني لغاية كده كويس قوي. بعد ما صفينا خلاص البطاطس، هنجيب بقى جزراية كبيرة او برضو جزرتين وسط، برضو هتبشريهم بنفس الطريقة بالظبط، بس المرة دي مش هنحطهم في مية. انا غسلتها كويس جدا وبشرتها قبل ما نضفتها قبل ما ابشرها. وبعد كده خلاص عملنا كده. تاني حاجة الجزر، يبقى اول حاجة البطاطس بشرناها وبعد كده الجزر. لو عندك بقى بصل اخضر بيدي طعم حلو جدا. دلوقتي ده موسم البصل الاخضر، يعني متوفر في كل مكان. هتجيبي بقى اتنين بصلاية اخضر او واحدة على حسب اللي موجود، وهتقطعيهم حتت صغيرة قوي كده زي ما انا عاملاهم. وبعد كده بقى تحطيهم على الجزر، يعني بعد ما تقطعيهم هتنشريهم كده وتحطيهم فوق الجزر. كده البطاطس لسه ايه لوحدها، مش هنحطها عليها دلوقتي. بعد ما قطعنا بقى الجزر والبصل الاخضر، هتجيبي طاسة على البوتاجاز وتحطي فيها شوية زيت صغيرين، وبعد كده هتنزلي بقى بمعلقة توم. هتشوحيها بس كده، مش هتحمريها قوي، بس يا دوبك تشويحة كده تطلع الريحة. وبعد كده تنزلي بقى بالجزر والبصل الاخضر اللي احنا مقطعينهم، يتبلوا. انا عايزاهم يتبلوا مش يتحمروا. هتفضلي تقلبي فيهم لغاية لما يتبلوا خالص. وبعد كده بقى بعد ما يتبلوا مع الثوم، هي تنزلي بقى بالبطاطس المبشورة، يا دوبك تقليبتين معاهم كده. وبعد كده طبعا انا مش هحمرها عشان انا لسه هحطها كفطيرة. واروح نازله بقى كل دوت في طبق لوحده يعني مع بعض كده، واروح بقى مملحاها بملح وفلفل. ودي كده اول خطوة. بعد ما قطعناهم وشوحناهم، هنحطهم في بولة او في طبق، ونحط عليهم فلفل الاسمر والملح. وبعد كده بقى بتجيبي بولة تانية او طبق تاني، بتجيبي بقى عندك بيضتين. طبعا على حسب الكمية ممكن هتزودي البيض، لكن انا عاملة الكمية دي على قد المقدار اللي انا قلتلك عليه. فانا جبت بيضتين وحطيت برضو ملح وفلفل بساط كده، وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده بتجيبي بقى كوباية زبادي كبيرة. لو ما عندكيش ممكن تحطي شوية لبن، بس هي الزبادي طعمها بتبقى حلوة أوي، طعمها كويس. وتضربيهم كويس جدا مع البيض، وبتنزلي بمعلقتين كبار من الدقيق، وتفضلي تقلبي فيها، وده عامل الربط كويس كده. يبقى احنا حطينا البيض والزبادي والملح والفلفل. ودلوقتي بقى هصب الخليط السائل ده على الجزر بالبطاطس، وتقلبيه وتنزلي بقى بالخلطة دي كلها. بعد ما تحطي شوية فلفل أسمر تاني، ولو حسيتي إنها دلعة حطي حبة ملح صغيرين. وبتجيبي بقى الطاسة بتاعتك، وتروحي حاطة برضو شوية زيت، وتنزلي بقى بالخليط دوت وتفرديه كده على قد الصينية، وتحطيه على البوتاجاز وتوطي عليه، وكمان تغطيه عشان يستوي. وبعد ما تلاقي بقى ان هو احمر خلاص من الجناب، وخلاص حسيتي ان هو خلاص دخل في السوا، بتبتدي بقى تقلبيه على الناحية التانية بالمنظر دوت. قبل ما نحطه بقى على البوتاجاز تاني، بروح عشان هسوي بقى الجزء التحتاني. بس المرة دي هزود بقى طماطم على الوش، او فلفل اخضر رومي ممكن تقطعيه برضه شرايح، بتعمليه زي البيتزا بالظبط. وتروحي حاطه الجبن بقى اللي عندك، موتزاريلا شيدر اي حاجه. عايزه تحطي رشه زعتر برضو بتدي طعم حلو، وتروحي مغطياه موطيه عليه على البوتاجاز. الجبنه هتسيح من فوق، وكمان هيستوي من الناحيه التانية. ودي كانت الفطيره بتاعتنا النهارده بالجزر والبطاطس والبصل الاخضر. وبصراحه حاجه كده في منتهى الجمال. جربيها
وهتستسهليها وهتعمليها على طول من طعمها الجميل. بص حتى تقطيعها عاملة زي البيتزا ازاي، يعني اللي يشوفها بصراحة يقول دي بيتزا مش فطير، يعني أنا مسميها فطير لكن بصراحة هي شكل البيتزا بطريقتها، زي ما بيقولوا البيتزا الكدابة بقى. بصوا منظر عامل ازاي. وبعدين بصوا بقى الجزر مع البطاطس والبصل الأخضر، يعني في أكلات على فكرة كتيرة جدا ممكن تعمليها، وممكن تلاقي نفسك يعني زي بتكتشفي أكلات انت ممكن تعمليها من بواقي حاجة عندك، وبتبقى في الاخر حبة جبنة على الوش بتسيحيه وخلاص بتبقى اكلة. بس بصراحة الاكلتنا النهاردة حلوة قوي.